أحيانا بتكون داخل على قرار جديد، شغل جديد، بني آدمين جداد هتعرفهم. في حاجة كده بتخليك متفائل، وفي حاجة تانية بتخليك متشائم. الحاجة دي اسمها الفال. الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة في ناس كتير جدا بتتأثر بيه، وأنا واحد منهم. يعني كنت زمان ما بتأثرش بيه، لكن دلوقتي بقى أي قرار بعمله في حياتي الموضوع ده بيكون ليه تأثير كبير جدا، وهو الفال أو التفاؤل، يعني بمعنى أصح. يعني أنت بتبقى داخل مثلا على قرار جديد، داخل على مكان شغل جديد، داخل على علاقة مع ناس جديدة، بيبقى عندك كده حتة من التفاؤل، أو يعني زي ما بتقول كده إيه، بتبقى شايف خير في الموضوع، أو زي ما بنقول كده بتبقى العتبة بتاعته حلوة. بس طبعا مش كل مرة بتظبط، يعني مش كل مرة أنت بتتخيل أو بتتفائل إن العتبة حلوة بتطلع حلوة. يعني أنا زمان مثلا لما كنت أروح أشتري لبس، بيبقى في حتة صغيرة في الموضوع كده، وهي التفاؤل، وهي إن أنا ببقى رايح أشتري الحاجة وأنا متفائل. يعني مثلا في مرة عجبني قميص كان شكله حلو جدا، وكان سعره قليل كمان قوي. يعني انا استغربت ان سعره كده وشكله حلو كده بالطريقه دي. لقيت اصحابي اللي كانوا معايا قالوا لي بلاش، ده رخيص، ده هيتقطع بسرعه، ده هيتبهدل في الغسيل. بس لما جبت القميص ده لاني كنت متفائل بيه، ومتفائل خيرا بيه يعني، اتفاجئت ان هو يعني من احسن القمصان اللي عندي. هو اي نعم قديم جدا دلوقتي، بس انا لسه محتفظ بيه. وبعد كده برضو الحكايه دي بتتكرر في حاجات كتير جدا. يعني مثلا نكون انا واصحابي مثلا رايحين نصيف يومين ثلاثه كده، نروح على الاماكن نتفرج عليها اللي هنقعد فيها، يعني نفاجئ ان احنا في اماكن الواحد ما ارتاحلهاش، وفي اماكن انت ارتحت لها تماما وحسيت ان هي دي خلاص. وبرغم ان مثلا سعرها يكون رخيص قوي، ولكن تحس ان هي دي ايه، اختيار صحيح. وتحس ان انت كده ايه، العتبه حلوه. والموضوع ده الناس بتتقسم فيه لفريقين: فريق متشائم وفريق متفائل. وانا من الفريق المتفائل. بس احيانا كده بيدخل عليا موضوع التشاؤم ده لما بتبقى الدنيا ضيقه او الدنيا مزنقه شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا ان انا رايح اجيب حاجه ومعيش فلوس كتير، فبخاف جدا ان انا اتورط في حاجه تكون سعرها رخيص وفي نفس الوقت اجيبها وما استفدش بيها. وطبعا انت لو حواليك ناس متشائمه هتاثر على القرار، ولو حواليك ناس متفائله برضه هيأثر على القرار. بس دايما المتشائم هو اللي بيأثر اكتر، تحس ان حجته في الكلام اقوى. الموضوع ده بتشوفه في كل مجالات الحياه، يعني في الاكل والشرب، وانك تشتري حاجه، تشتري لبس، تشتري شقه، تشتري عربيه. المهم ان الموضوع ده بدأ يظهر جدا بقى في القرارات المصيريه، زي شغل جديد مثلا، سكن جديد، عربيه جديده، علاقه جديده، حاجات كتير جدا يعني. يعني مثلا انا لما جيت اول مره اشتغلت فيها في حياتي، كنت شغال مع خالي. معظم الناس اللي حواليا قالوا لي بلاش شغل القرايب، وشغل القرايب ده فيه مشاكل دايما، وممكن يحصل اختلاف بينكم وتزعلوا مع بعض وتقاطعوا بعض طول العمر، فبلاش. وناس تانية قالت ايه، اشتغل مع خالك عشان خالك هيسندك في الشغل، هيخليك تتقدم، هيخليك تترقى، هيظبط لك الدنيا يعني زي ما بيقولوا. وانا طبعا خدت المبدأ التفاؤلي واشتغلت مع خالي، وكنت مبسوط جدا جدا. بس المرتب في الاول يعني خالص ما كانش كويس، ف... فما كنتش مرتاح في موضوع المرتب ده، فرحت مسافر بعديها. وبرضه السفر ده جه برضه عن طريق ناس متشائمة وناس متفائلة. وانا بالنسبة لي كنت خايف جدا ومش متشائم. نقدر نقول ان انا كنت بين التفاؤل والتشاؤم، يعني لا انا عايز اسافر ولا انا عايز اقعد، بس ايه، يعني شايف رؤية برضه من كتر الناس اللي حواليا اللي تفائلت بالموضوع. فبقيت حاسس ان الموضوع ايه، ممكن يبقى فيه حاجة كويسة، ممكن تبقى عتبته كويسة. وفعلا لما سافرت كان كله تمام التمام، بس انا خططت غلط ومشيت غلط هناك. مش حكاية ان العتبة وحشة ولا العتبة حلوة، لا، انا مشيت غلط ومشيت ورا احلام مش موجودة، واوهام كمان اللي هي اوهام الغربة، واوهام ان انت لو رحت قعدت 5 سنين ورجعت هتكون نفسك والكلام ده. هو ده اللي رجعني. لما رجعت بعد كده اشتغلت في شركة تانية في مصر بقى هنا، برضو نفس القصة. ظهر فريقين: فريق متفائل وفريق متشائم. فريق متفائل جدا انك هتشتغل في مصر وهتكبر وممكن تبقى احسن من ما تسافر اي بلد والكلام ده. وفريق تاني متشائم يقول لك اوعى تنزل، اوعى تشتغل، ده انت معرفش هتشتغل بملاليم، ده انت هتقعد سنين هنا وتلاقي نفسك بعد كده مديون وعليك اقساط وعليك قروض وعليك بلاوي سودة. فطبعا وانت بتاخد قرار بتاعك الموضوع ده بيأثر عليك جدا، كلام الناس ده المتفائلين او المتشائمين، وبتحس ان هو ممكن يوجهك. بس انا يعني كنت في الوقت ده يعني خلاص قرار كان نهائي بالنسبه لي ان انا لازم ارجع اشتغل في مصر. وفعلا خدت القرار بنظره تفاؤليه بنسبه 100%، ما حطيتش اي احتمال ان يبقى فيه تشاؤم. والحمد لله مشيت الدنيا تمام التمام، والشغل كان كويس، وممكن يكون مش بنفس اللي انا كنت متخيله، ولكن برضو ايه، فضلت حته التفاؤل دي موجوده. هي نزلت طبعا نسبتها جدا، بس هي موجوده بقى. وتتكرر قصه الفال او العتبه الحلوه
في تغيير مكان السكن. أنا غيرت سكني كذا مرة، وكل مرة كنت ببقى متخيل إن السكن الجديد هيبقى عتبته حلو، بس طبعا كانت بتحصل شوية أحداث كده حواليه تخليك تحس إن لأ، المكان اللي أنت روحته ده مش هو ده العتبة الحلوة اللي أنت مستنيها. وده من أول شقة أخدتها في حياتي، اللي هي كانت في الدور السادس اللي حكينا عليها في كذا فيديو دي. كنت شايف إنها كويسة جدا، بس كنت ساعتها متفائل ومتشائم بنفس الدرجة، لأني كنت باصص للمستقبل. الدور السادس ده هيأثر عليا في إيه؟ هل هيتعبني؟ هل هقدر أتحمل إن أنا أعيش حياتي على طول بطلع دور سادس وأنزل دور سادس، ولا الدنيا هتمشي إزاي؟ وفعلا بعد فترة بسيطة من الوقت حسيت إن أنا مش متقبل الموضوع. بالعكس، ده الموضوع ده كمان بقى يجيب لنا مشاكل صحية. اللي ظهره كان يوجعه، واللي يشيل حاجة تقيلة ويطلع بيها فيتأثر يعني. فالموضوع بدأ يتحول لعتبة سيئة، وبدأنا نشوف الشيء السيء اللي فيه. فبعدها على طول قررت إن أنا أغير مكان السكن، وفعلا دورت على شقة جديدة تكون بقى في دور تحت شوية، وتكون فيها منافع أكتر، وتكون بتدخلها الشمس، وتكون يعني فيها كل المنافع اللي أنا بدور عليها. وفعلا الشقة اللي أنا أخدتها دي اللي هي كانت في الليبيني، يعني كنت افتح الشباك كده اشوف الطريق الدائري، فكانت ممتعه بصراحه، وكنت شايف ان عتبتها حلوه جدا وكله تمام. ولكن بعد 3 سنين او سنتين ونص تقريبا من القعده فيها، طلعت قدامنا ابراج عاليه سدت علينا الرؤيه تماما. والميزه اللي كانت في الشقه ان انت لما كنت بتفتح الشباك الشمس تدخل لك وتشوف منظر الدائري كده والجو كده والشمس وهي بتغرب والكلام ده. الدنيا اتغيرت تماما، بقيت بتفتح بتشوف شبابيك وبني ادمين عايشين قدامك. فالعمليه اتقلبت من عتبه حلوه لعتبه سيئه. وطبعا ده حول كل الحاجات اللي حواليك لعتبه سيئه. بقيت وانت نازل رايح الشغل متضايق، رايح مشوار وراجع على البيت متضايق، مش حاسس بسعاده خالص، مش حاسس بالسعاده اللي انت كنت حاسس بيها اول ما كنت داخل على العتبه الحلوه. وبعديها قررت ان انا اسيب الشقه دي، لا هي كانت تمليك، الاولى كانت ايجار والتانيه كانت تمليك. قررت اسيب الشقه دي، بس طبعا مش هقدر ادخل في قصه تمليك. قررت ان انا ادخل في شقه ايجار. فعلا بقيت ادور على حاجه يكون فيها جنينه كده وخضره وزرع وحاجه كده يبقى منظرها حلو عشان اعوض اللي حصل لي في الشقه الاولانيه. وفعلا بقيت ادور على حاجه فيها المميزات دي، بس بدون النظر لقيمتها، وبدون النظر للمزايا اللي هتطلع منها او المساوئ اللي هتطلع منها. وفعلا رحت اخدت شقه وكنت مبسوط بيها جدا. كانت شقه ارضي بجنينه كده، انا اتكلمت عليها في كذا فيديو قبل كده، بس كانت القيمه الايجاريه بتاعتها كانت عاليه جدا. وكمان كان فيها مشكله جامده، هو ان انت قاعد في الدور الارضي حاسس ان انت قاعد في الشارع، برغم ان هو مكان مقفول يعني كومباوند وفي امن وفي حراسه، ولكن برضه كنت حاسس بقلق. فانت كنت داخل عندك تفاؤل وفرحان، بس في نسبه تشاؤم كده ايه بسيطه شويه. فلما خدت الشقه دي وقعدت فيها، قعدت سنة بالظبط فيها، وبعدين حسيت إنها مش مناسبة ليا خالص، كقيمة إيجارية وكأمن وأمان وكإحساس كده بإن أنت قاعد كده عندك استقرار نفسي. لا، ما حسيتش خالص بالموضوع ده. فقررت إن أنا أنقل وأروح حاجة تحقق لي المواضيع دي اللي أنا عايزها دي، الاستقرار والأمان والكلام ده، وفي نفس الوقت أبقى شايف الخضرة وشايف المنظر الحلو وشايف العتبة الحلو. وفعلا دورت في نفس المكان ولقيت الحمد لله شقة كويسة جدا. ممكن تكون أصغر منها في المساحة شوية، بس طبعا القيمة الإيجارية مختلفة خالص. وكمان نفس اللي أنا كنت عايزه في الشقة الأولانية دي اللي هي فيها الأرضي والجنينة خدته في الشقة الجديدة دي. يعني المكان اللي أنا قاعد فيه دلوقتي ده وراك خضرة وشجر وهدوء والدنيا هادية خالص. وبرضه أنت في دور مثلا بعيد عن الدور الأرضي، لأن الدور الأرضي تحس إن هو إيه قلق شوية لو مش متأمن، فانت بعيد عن القلق يعني. هو المشكله ان الفال او العتبه الحلوه دي انت بتبقى عايز توصل لاعلى درجات الاستقرار في حياتك، فبتبقى متفائل انا هاخد الشقه دي هرتاح فيها، وهبقى قريب من شغلي، وهبقى قريب من مدرسه الولاد، وهبقى قريب من الخدمات، فكله تمام. لكن نسيت بقى ايه؟ ان انت ممكن تبقى قاعد مش حاسس بالامان، او مثلا القيمه الايجاريه العاليه دي هتقسم ظهرك مثلا يعني، ونسيب السكن ونطلع على شراء العربيه. انا اول ما رحت البلد اللي انا اشتغلت فيها اللي هي السعوديه، اتعرض عليها عربيه جميله كده مرسيدس اللي هي الزلموكه بتاعت زمان دي، وانا قلت ايه بقى مرسيدس وبتاع وما اعرفش ايه، بس كانت فيها اعطال كتير جدا. وانا كنت متفائل خير، بس بعد ما جربتها كده وسوقتها حسيت انها عتبتها مش هتبقى خير. وفعلا اشتريتها، وبدات المشاكل مش في العربيه نفسها، لا، مشاكل حواليها تحصل كده، حاجات غريبه تحصل في حياتك كده. زي مثلا ان انت تلاقي نفسك كده نازل الصبح رايح الشغل متشتت كده، ما انتش عارف انت رايح ليه ولا بتعمل ايه، ومش مبسوط ومش سعيد، حسيت كده بعدم ارتياح. هو ممكن يكون بسبب العربية دي، لأن فعلا بعد ما بعتها وجبت عربية تانية الدنيا اتغيرت تماما، ولقيت نفسي كده فريش وحاسس كده بسعادة وحاسس بفرحة، وبخرج بيها وأنا مبسوط كده، وتفهمش حاجة كده سبحان الله. بعد فترة كده حسيت إن أنا إيه عايز أعمل أبجريد للعربية، يعني عايز كده إيه أركب عربية أحدث شوية لأنها كانت عربية قديمة. فكان معايا واحد في الشغل معاه عربية حلوة جدا عرضها عليا، وكنت شايفها بقى العتبة
العتبة الخضرا زي ما بيقولوا كده، العتبة الحلوة. كنت حاسس إنها لمّا أجيبها يعني الخير هييجي بعديها على طول، وفعلًا خلّصت فيها. طبعًا هناك العربيات يعني الأسعار مقاربة لبعضيها جدًا، يعني الupgrade من دي لدي كان فرق بسيط، يعني ما رُحتش جِبت حاجة عالية أوي يعني. المهم بعد ما جِبت العربية دي فعلًا الواحد حياته اتغيّرت خالص. ليه؟ لإن بقينا نقدر نسافر بيها لأماكن بعيدة، عربية جامدة بقى قوية يعني وسليمة وحديثة لسه شوية برضه ما كانتش قديمة، فكانت ظريفة جدًا يعني وكانت فعلًا عتبتها خير والواحد استمتع بيها. ونفس القصة دي حصلت في مصر برضه. كنت عايز اشتري عربية بالتقسيط عشان لمّا انزل الأجازات يكون في عربية اتحرك بيها في مصر، والحمد لله ربنا ألهمني التفكير السليم، ورُحت خدت عربية قسط، وقسطها كان خفيف جدًا عليّا وأنا برّه في الغُربة يعني، وخلّصتها الحمد لله وبقى تمام التمام. وكانت العربية دي فتحة خير عليّا، لإني حسيت إن أنا أول ما جبتها كل حاجة اتغيّرت. كنت بانزل كل سنة أأجر عربية، باحس بالفقر كده، والله العظيم باحس بالفقر. هي العربية الإيجار دي كانت بتقضي لك احتياجاتك وبتخرج وبتروح وتيجي، بس كنت حاسس كده إن في حاجة مش مضبوطة. الإحساس ده بيبقى إحساس كده إلهي من عند الله، بييجي لك من عند الله كده. لمّا بتشتري حاجة ما بترتاحش فيها، أو مثلًا بتأجر عربية بتمشي بيها حاسس بقلق، ما أنتاش مبسوط، متوقع الشر أكتر من الخير. طبعًا لمّا أخدت قرار العربية اللي بالقسط ده كنت خايف برضه، بس كان نسبة التفاؤل عندي كانت عالية جدًا، والحمد لله عدّى على خير وقسطها خلص وبقت عربيتي. بعد كده وأنا في مصر بقى حبيت إن أنا أعمل أنا مش عارف الفيديو ده حاسس إن أنا باخدكم من الشرق للغرب، بس هو أنا عايز أوصّل لكم فكرة إن الفعل الحلو حاجة كويسة جدًا يعني. أنت لمّا تبقى داخل على أي حاجة جديدة في حياتك، خلّي في فعل حلو عشان تبقى عتبتها حلوة عليك. المهم كنت عايز أعمل برضه upgrade للعربية في مصر، وكانت ساعتها الحالة ميسورة، وقُلت هابيع العربية دي وأدخّلها في عربية بالتقسيط بس تكون حاجة حديثة بقى وطبعًا كانت عربيتي عدّى عليها كذا سَنة. وأنا بالمناسبة عربيتي لمّا جبتها كانت جديدة خالص، يعني لسه كانت زيرو في موديل السنة يعني. فبرضه العربية الجديدة دي كانت موديل السنة، وكانت تقسيط برضه، وبِعت دي ودخّلتها في دي وتفائلت خيرًا تمام. بس وقتها حصلت شوية حاجات كده عكّرت الفرحة بتاعة العربية، زي مثلًا إن أنا ساعتها حصل لي إغواء إن أنا آخُد قرض، وفعلًا أخدت قرض شخصي عشان أعمل بيه مشروع والكلام ده، وكنت متفائل جدًا، وكنت يعني متفائل بس في نفس الوقت حاسس بقلق، بس مش متشائم. وللأسف بقى القرض الشخصي ده كانت عتبته عليّا زي الزفت، لإن وقتها حصل موضوع الكورونا وفشل المشروع وكل حاجة باظت، وبقى القرض معايا كده مش عارف أعمل بيه إيه، لا منّي عارف أرجّعه ولا منّي حتى عارف أستفيد بيه، وعمّال أصرف منّه لحد ما خلّصته ودخلت في دايرة ديون لا أول لها من آخر. فده كان أسوأ حاجة في حياتي عتبتها وِحشة عليّا، هو القرض ده. أنا عارف إن هو طبعًا القرض بيأتي عليك بالخراب يعني معروفة. وبس كده يا سيدي، لو أنت داخل على أي قرار جديد أو داخل على أي حاجة عايز تعملها، خلّي في تفاؤل دايمًا، حُط الفال الحلو ده قدّامك، خلّيك كده متفائل وحاسس إن الحاجة دي هتتم بطريقة كويسة وهترضيك. تفاءلوا بالخير تجدوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.